اول حاجه عايز اطلب منكم اللي يعجبوا الكلام اللي انا بقوله او متفق معايا، ارجوكم اعملوا لايك وشير للفيديوهات بتاعتي. انا هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعت اليوتيوب او القناه بتاعتي بتاعت اليوتيوب اللي انا بحاول اقومها يعني في اول تعليق. المهم النهارده عايز اتكلم على حاجه، على فيديو ليها علاقه بفيديو انا عملته قبل كده، اللي هو للناس اللي هم المنتجات المصريه. زي ما انا قلت لكم في ناس عندهم منتجات كتيره وعندهم منتجات كويسه، وانا بدعم ان هم الناس دي تبدا تشتغل وتزود الانتاج بتاعها وتبعته وتنشره وكده. بس دلوقتي عندي مشكله، حصلت حاجه من يومين ثلاثه. كنت انا وشويه افراد من العيله يعني في الشارع، فحبينا نشرب حاجه، فلقيت مشروب مصري اسمه دبل دير، جميل وبالاناناس وفواكه ومش عارف ايه وطعمه حلو. لكن جيت اشتري، احنا كنا مثلا 3 او 4، لا نقول 4، الاقي بقول له الحساب كام، الاقيه يقول لي 60 جنيه، يعني الازازه 15 جنيه. طب ليه؟ اذا كان في الشركات التانية بتوع اللي ما يتسموش، اللي احنا في عاملين عليهم المقاطعه، بيجي لي والمفروض في مكسب للشركه اللي هي الام اللي هي جايه من بره دي، ماشي هي معموله هنا وكل حاجه، بس في الم... يعني في جزء من الربح بيروح للشركه التانية وبيبيعوها ب 8 و9 و10. تقوم انت اللي المفروض منتج مصري تقوم بايعها ب 15؟ ليه؟ عقليا كده يعني هي حاجه من اتنين، يا اما انت عايز تاخد فلوس كتير، يا اما انت بتطفش او مش همك. ففي شركات بتبيع الحاجه بسعر اقل، بس مع الاسف لسه ما انتشرتش كتير. اتمنى ان هم سبيروس باتس من الاخر يعني، اتمنى ان هم ينشروا المشروب بتاعهم اكتر. بس في الشركات التانية بتغلي. طب ليه؟ انت كده بتقول لي روح اشرب الحاجه بتاعت الناس التانيين دول. فبرجع اقول لك شجعوا المنتج المصري، احنا بنشجع ان احنا بنشتري، بس في نفس الوقت انتوا عليكم واجب ان انتوا ما تغالوش في اللي انتوا بتعملوه في الاسعار، لان ما تقوليش ان هو هيكلفك كده، لان لو هو بيكلفك كده يبقى اللي بره، اللي جاي من بره بتوع اللي ما بيتسموش، تكلفتهم هتبقى اغلى. ده رايي. فارجوكم فرصه للمنتجات، لاصحاب المنتجات المصريه، ارجوكم اعلوا بالجوده وقللوا بالسعر، لان انتوا لو وصلتوا لنفس الجوده اللي بتيجي من بره اكيد مش هتبقى نفس التكلفه عليكم. وده رايي. مساء الخير.